السلام عليكم، يا صباح الهنا والسعادة على عيونكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض روتين جديد، روتين كده خفيف كده، جزء من اليوم بتاعي ان شاء الله يعجبكم وتتشجعوا معايا وتاخدوا افكار. اول حاجة بطلب منك تحطي لايك للفيديو ده على السريع، ونصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو لسه أول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة خالص، كان النهاردة الجو جميل والشمس طالعة بسم الله ما شاء الله. أول حاجة خالص قلت هوي البطاطين كده زي ما انتوا شايفين. والنهارده كان الجو جميل، هو الشمس كانت طالعه. كان المفروض يكون في نوة شتا النهارده، بس ما كانش الدنيا ما مطرتش ولا اي حاجه. كان الصبح بدري بس في شويه هوا كده جامد، وبعد كده هوت الدنيا يعني شمست عادي جدا والشمس طلعت تقريبا كان النوة فسدت. فقلت بقى ايه، ادخل على المطبخ احضر حاجه كده اكلها في السريع قبل ايه ما اللي في البيت بقى يصحوا وابدا اعمل لهم الفطور. فدخلت كده عملت لنفسي كوبايه شاي بلبن زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. دوت شاي احمد تي يا جماعه، ده مش مقاطعه، غير طبعا الشاي النوع التاني اللي احنا عارفينه اللي هو مقاطعه ده. فده شاي احمد تي برضك طعمه جميل جدا، فقلت اعمل كوبايه شاي بلبن كده. وكنت عندي شويه صابليه ماما كانت عاملاه، يعني كنت عندها امبارح، فادتني شويه كده، فقيت بقى واحدتين قلت ايه اغير رأيي بيهم. والنهارده الشقة ما شاء الله يعني زي الفل، عشان امبارح كنا مقضيين طول اليوم برا، كنا عند ماما وكده. فيعتبر ولا في مواعين، ولا في ولا في كركبة ولا اي حاجة. الشقة متنظمة من امبارح وزي الفل. قبل ما انزل امبارح خلصت كل مواعيني وروقت الشقة وظبطت كل التظبيطات، وقلت انزل بحيث لما اجي ان شاء الله تكون كل حاجة زي الفل. ما اجيش الاقي ايه الحاجة كلها متدربكة ولسه ابدأ من اول وجديد. بحب دايما اليوم اللي انا انزل فيه اكون مظبطة كل البيت، بحيث اجي على روقان كده تكون الدنيا ايه زي الفل. هنا كنت اخدت بقى الفطور بتاعي ده وقلت ادخل البلكونة كده اغير ريقي عقبال ما جوزي والولاد يصحوا. النهارده جوزي اخد اجازه من الشغل، فانا كنت صاحيه قبليهم يعني. فقلت اغير ريقي كده وعقبال ايه ما يصحوا، ونشوف بقى هنقضي اليوم مع بعضينا كده هوت ازاي. والنهارده كان الجو جميل جدا ما شاء الله. وبعد كده بعد ما فطرت الفطار الجميل ده، اوام باجي اشغل الغساله. دي اول حاجه خالص بعملها، اللي انا بشغل الغساله وكمان بحط البطاطين تتهوى. لازم يوميا بهوي البطاطين حتى لو الدنيا هتشي، تلاقوني بحطهم كده ساعة زمن او حتى نص ساعة، بس اغير ريحة النوم وريحة الكحاحة وريحة فاهمين انتوا الكتمة دي. اهوي البطاطين اهوي المخدات، ولازم اشغل الغسالة. واعتبر يوميا ممكن اكون بغسل. فدي كان عندي دورة كده لبس خروج، فقلت احطها كده في السريع ومش بتاخد وقت معايا. بعملها كده هوت على الدورة يعني بتاعت لبس الخروج وكده، فبتنجز معايا. واحط دلوقتي الاريال زي ما احنا شايفين، واسيبها بقى تشتغل كده وتاخد وقتها. وبعد كده ادخل المطبخ بتاعي اشوف هعمل فيه ايه تاني. هحضر لهم بقى دلوقتي الفطار، لاني يعتبر انا صحيت اول واحده. فاكلت ايه ال الحاجه الخفيفه دي كده، غيرت بيها هي، ودلوقتي هبدا اعمل لهم فطار. النهارده باباهم يعني اجازه وكده. فلازم الصراحه احضر فطار محترم، لان كلنا بنقعد ناكل بقى ايه مع بعضينا. لكن في العادي بتلاقي كل عيل كده ماسك السندوتش بتاعه وبيتفرج على التلفزيون وبياكل السندوتش بتاعه في الكروته. وانا ساعات مثلا بفطر شاي بلبن بكحكايه، لو عندي اي حلوه كده جنب الشاي بلبن وخلاص. ساعات بعمل كده يعني معظم الوقت، لاني بكون صاحيه يعني مش قادره اكل. ممكن في نص اليوم بقى تلاقوني بقزقز مثلا شويه خيار، شويه جزر، شويه خس، شويه فشار كده هوت. لكن اول ما بصحى نادرا ما بقعد افطر فطور بقى. لكن لما بيكون جوزي اجازه وكده فبنعمل فطار بقى كلنا، بحيث يكون ده روتين. يعني لما بيكون اجازه او اخد اجازه من الشغل او يوم جمعه او حاجه، بنقعد نفطر كلنا بقى فاهمين، يعني بحيث الاطفال يكونوا عارفين مثلا بابا موجود، فبنفطر كلنا بقى كجو بقى ايه روتين بقى والكلام ده. المهم هنا هعمل ان شاء الله بيض، وهعمل جبنه بالطماطم، بس الجبنه دي مالحه قوي. فحبيت ان انا اعملها بالطماطم كده بحيث طعمها يكون ايه هادي شويه. ويعتبر حسب المتوفر، ممكن اعمل جبنه بيضه بالطماطم، ساعات جبنه قريش، ساعات جبنه قديمه بالجبنه القريش، حسب المتوفر. آه، ولقيت الجبنه طريه قوي كده كلها ميه، قلت احطها ايه في علبه، بحيث ما تبقاش ميه كده او تبهدل التلاجة. وهحط شويه زيت زيتون على الجبنه ديت، وببدا ان انا اقلبها، فبيكون برضو طعمها كويس قوي هادي. وممكن تحط لها شويه زعتر، بيكون طعمها تحفة. بس هنا يعني عندي مش بيحبوا الزعتر على الجبنة وكده فمش بحط. لكن الزعتر مع الجبنة بيكون طعمها تحفة جدا، برضو جربوها بتكون جميلة قوي. عايزة اقول لكم بقى جارتي الفوقية عروسة، لسه جاي يعني لسه جاية جديد البيت وكده هوت.
وعايزه اقول لكم كل شويه عماله تنقط عليا وانا محرجه اكلمها لان هي لسه عروسه جديده، فبقول يمكن خايفه على هدومها ولا حاجه، فبتعمل غسيل يعني غسله من غير عصر. بس مش كل ما اكون حاطه بطاطين الاقيها مبلوله، كل ما اكون حاطه غسيل الاقيه مبلول. فانا الصراحه بيني وبينكم يعني محرجه اكلمها، وفي نفس الوقت متضايقه يعني هتفضلي بالليل حاجه لحد امتى يا ست الحاجه؟ طبطب وبعدين. فالصراحه تنصحوني بايه، اكلمها ولا يعني اصدر الطرش وخلاص بقى واسيب الغسيل مبلول ساعات واقول هينشف بكره اكن الدنيا شتت؟ هي برضه لسه عروسه جديده، فانا مش عارفه، وخصوصا اللي انا وهي مفيش تواصل ما بيننا، يعني مش بنتكلم مع بعض لان هي لسه جايه جديد على البيت، فاهمين قصدي؟ يعني مش جيران، يعني ما بيناش عشم. فانا الصراحه مش عارفه اعمل ايه، محرجه وفي نفس الوقت متضايقه يعني مضروره. فمش عارفه تنصحوني بايه كده، اكتبولي في الكومنتات. هنا كنت عملت بيضايه بيضايه عاديه، بيضتين عاديين زي ما شفنا مع بعض. وعملت بيض بالبسطرمه بحته تركي. وهنا كنت بعمل فول بالصدق كده بالطماطم. كنت بوريكم ازاي بشوح حته التومه مع شويه الصدق. ودي كانت بقيه الطماطم اللي هي كنت عامله بيها البيتزا في الفيديو اللي فات. دايما كده بشيل القلب بتاع الطماطم بحيث ما تطريش البيتزا معايا، ما تبقاش ماي فاهمين قصدي؟ وبس الفول ده كنت عاملاه برضو، دايما بجيب كده فول وبعمله يعني في البيت، بيقضي معايا كده اسبوع. فعملت الفول بالطريقه دي وحطيت عليه كمان رشه توابل الصدوق. لما تحطوا توابل الصدوق مع فول بالطماطم بيكون تحفه جدا جدا. حتى لو ما عندكيش صدوق اعملي كده بالطماطم زي ما انا عامله وحطي عليها شويه توابل صدوق، هيطلع معاكي نفس الفول بالصدوق اللي احنا بناكله في الشارع. وكمان يا سلام لو تكتري كده الشطه يبقى سبايسي، يكون تحفه جدا. هنا كنت خلاص كده بقفل في الفطار بتاعي، وكان عندي شوية جزر برضو وخيار بقطعهم بقطعة الليفت دي فبيكون طعمه حلو يعني. هو ده الفطار كده، هنروح نفطر وهنكمل اليوم مع بعضينا بإذن الله. بس خلصنا بقى الفطار بتاعنا، بعد كده نزلنا الصراحة قضينا اليوم بره النهاردة واتغدينا بره. واحنا راجعين اشترينا حاجات دي، عارفين كلية الزراعة بيعملوا منتجات كده وبيبيعوها، فدي كانت المنتجات يعني بتاعتهم. دي كانت سمنة كيلو، دي كانت عاملة 190 جنيه. دي سمنة زي ما انتوا شايفين كده اللي هي لونها ابيض، في اللي لونها اصفر عاملة 175. بس انا قلت اجيب يعني البيضة دي اجربها، والصراحة طلعت جميلة جدا جدا تحفة. ان شاء الله برضو هبقى اجيب منها تاني. حبيت ان اقول لكم عليها يعني لو عايزين تجربوها. وجبت كمان زيت الزيتون ده، دوت لتر عامل 200 جنيه. يعتبر سعره مقارب للاسعار اللي بره، بس دوت قلت اكيد هيكون زيت اصلي وكده، بس الصراحة ما جربتهوش. فان شاء الله لما اجربه هقول لكم رايي فيه. وجبت كمان لقيت عندهم صوصات، كل انواع الصوصات بيبيعوها ب40 جنيه، فقلت اجرب الاتنين صوص. ده صوص الباربيكيو، بس الصراحه جربته مع الاكل طعمه مش احسن حاجه، فانا هخليه اتبل بيه الاكل وكده. وجبت صويا صوص ده الحار اللي هو الصوص الحراق ده، بس ده يعني يعتبر هو حراق في جميع احواله فطعمه عادي يعني. لكن الباربيكيو ده هو بالنسبه لي مش احسن حاجه، يعني غير اللي بيتباع في السوبر ماركت، فهخليه للتتبيلات. بس هو ده كده اليوم بتاعي، والفيديو بتاعي يكون خلص لحد كده، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامة، باي باي.